فلنفترض انك عايز تبدا تعمل محتوى في 2025، فاهم حاجه تهتم بيها طبعا وهي الاضاءه عشان وشك ينور كده ونشوفك، والاهم من الاضاءه طبعا هو المايك اللي هنسمعك منه. بس في انواع مايكات كتير وكل نوع مايك بيناسب نوع محتوى معين، فانت لما تيجي تختار هتجيب مايك بسلك ولا مايك وايرلس ولا مايك دايناميك ولا كوندنسر ولا انهي نوع مايك بالظبط. فهوضح لك الفرق بينهم كلهم وايه اللي يناسبك على حسب نوع محتواك، وان شاء الله ده كله في اقل من 10 دقائق. اول حاجه وارخص نوع مايك فيهم طبعا وهو المايك اللي بسلك، وهنا انا ما رشحش حاجه فيهم يعني غير مايك بويا الاصلي، فسعره مش غالي عموما. لو انت عايز تبدا تعمل محتوى مثلا، فانا كنت تقريبا شاريه ب 150 زمان، فحاليا انت هتلاقي الاصل منه مثلا ب 400 جنيه ولا حاجه. وفي منه كذا شكل، يعني اللي معايا ده البي واي ام 1 العادي خالص، وفي البي واي ام 1 وده شبه الشوت جان مايك كده بس بيبقى متركب على الكاميرا نفسها او الموبايل اللي هتسجل بيه، فلازم تبقى مقرب من الموبايل او الكاميرا اللي هتسجل بيها على طول، ما ينفعش تبقى بعيد زي كده يعني. وبينفع قوي خصوصا لو بتعمل فلوجات وماسك الكاميرا دايما وبتسجل بيه، انما لو هتصور والكاميرا بعيده عنك زي كده فلا، ده مش هيكون افضل حاجه ليك لان انت لازم تبقى مقرب منه. وبرده فكره الشوت جان مايك عشان لو اتعرض قدامك حاجه زي كده، هو مايك كل اللي بيميزه انه ما بيكونش ظاهر في الفريم اللي انت بتسجل فيه، وبيلقط الصوت اللي تحته. يعني مثلا المايك بيبقى هنا، هو بقى بيلقط الصوت اللي طالع له واللي فوق. اما المايك اللي زي كده مثلا فده ما ينفعش اتكلم من تحته، يعني ده ما ينفعش احطه فوق مثلا او اخفيه من الكادر، الصوت مش هيبقى ظاهر، هو بيلقط الصوت اللي نازل له. فمعظم المايكات الشوت جان بتستخدم بقى في المسلسلات والسينمات والكلام ده كله، برضه بتستخدم في صناعه المحتوى عادي، بس بتبقى اسعارها غاليه يعني شويه. فالمهم لو انت لسه بادئ تعمل فيديوهات وعايز مايك رخيص يديك اداء محترم، خليك في البي واي ام 1 لافيلير مايك، يعني بتعلقه هنا كده، والسلك بتاع المايك ده طويل تقريبا 6 متر، بس انا ما بوصلوش بالكاميرا على طول، انا بوصله باي موبايل خارجي مثلا، او باخد الصوت ده اروح اعدل عليه، فانا ما بكونش محتاج السلك الطويل ده قوي. انت لازم تعدل على الصوت عشان تطلع باحسن جوده من الصوت اللي انت بتسجله، يعني ما ينفعش تاخد الصوت رو كده على طول وتنزله، فيعني الصوت مش هيبقى احسن حاجه. فعشان تطلع باحسن صوت احترافي من المايك اللي بتسجل بيه عدل على الصوت. فيعني تعالى بقى نستخدم المايك ده كده واسمعك صوته. فحاليا ده كده صوت البي واي ام 1، فتعالى نشيل ده كده خلاص ما بقاش ليه لازمه، وده صوته على طول من غير اي تعديلات. فالصوت انت هتحس ان هو في نويز عاليه، فيفضل انك تاخد الصوت ده تروح تعدل عليه على طول وتشيل النويز على الاقل. ولو احنا مثلا في الصيف ومشغل تكييف او مروحه بقى، فبيبقى في دوشه في الصوت زياده، فاعمل عليه شويه تعديلات حتى لو هتشيل النويز بس، وتحط ايكولايزر على الصوت عشان كل واحد طبيعه صوته مختلفه عن التاني. وغير كده حاجه ثانيه برضو لازم تاخد بالك منها، وهي الجهاز اللي انت بتسجل بيه، وده لان كل جهاز فيه كارت صوت مختلف، وكل جهاز بياخد الصوت يعدل عليه طبيعي كده على طول اول ما بياخد الصوت. فلو مش هتوصل المايك مباشر بالجهاز اللي هتسجل بيه زي ما انا عامل مثلا، فجرب كذا جهاز سجل عليه الصوت الاول عشان تعرف انهي واحد صوته احسن. فالمهم احنا رحنا حته بعيده دلوقتي عن المايكات. فالمايك البويا الاصلي عشان تعرف ان هو اصلي يعني، فهتلاقي علامه هنا او كود كده، لو دخلت على موقع فيريفاي بويا وعملت كيو ار الكود فهيقول لك المايك ده اصلي ولا لا، يعني عشان ما تلبسش مايك تقليد. وما تجيش برضه تقول انا لقيت المايك البويا الاصلي ب 100 جنيه مثلا، فلا يا باشا، ده مش سعره نهائي، انت منصوب عليه. وبالنسبه لمحتويات العلبه فبيجي المايك طبعا ومعاه تحويله كده عشان لو هتوصله بالكاميرا، بس خلي بالك لو هتسجل بكاميرا انك تحول دي لكاميرا هنا ويكون محطوط فيه بطاريه وبتيجي معاه برضه. النوعيه الثانيه من المايكات بقى وهي المايكات الوايرلس، ودي اسعارها متفاوته، في منها اللي ب 10000 جنيه وفي منها اللي ب 150 جنيه عادي خالص، بس ده يعتبر اسوأ حاجه هتروح تدفع فيها فلوس. طيب المايكات الوايرلس هاتها خصوصا لو انت عايز تطلع تسجل بره وفلوجات بقى وحركه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، او حتى لو انت بتسجل في البيت زي كده ومش عايز بقى اسلوب كتير حواليك، او حتى عايز تعلى بالمستوى شويه من المايك البويا، فخليك في المايكات الوايرلس، بيبقى سعرها غالي شويه بس بتديك اداء احسن. بس اكيد لو انت لسه بادئ محتوى وميزانيتك مش عاليه فبلاش مايكات وايرلس، خليك في المايك اللي بسلك عادي خالص، او ممكن تجيب مايك بسلك اعلى من البي واي ام 1 ويبقى سعره اعلى شويه بس هيديك اداء احسن عادي. لو انت عايز تعمل فويس اوفر في المايكات اللي زي كده مش هتكون احسن حاجه ليك، خليك في المايك الكوندنسر او الجيمنج مثلا، فخليك في المايك الديناميك، وده كله هنتكلم عليه كمان شويه. فانا معايا هنا المايك الوايرلس وهو الفي فاين ام 9. المايك ده صوته ممتاز واداؤه حلو بصراحه لغايه دلوقتي، وسعره وسط، ولا هو غالي قوي ولا هو رخيص برده، بس وزنه تقيل ابن الذين عمال ينزل، فهنثبته كده اثبت كده. فهو سعره مش غالي قوي زي الارك ام 2 مثلا، هو سعره حلو وبرده مش رخيص يعني زي المايكات اللي بسلك، وده صوته كده بدون اي تعديلات، بس مع شويه تعديلات طبعا الصوت بيبقى في حته ثانيه. وتقدر برضو تسجل بيه على طول على الكاميرا او الموبايل اللي هتسجل بيه سواء ايفون او اندرويد. ومحتوياته بقى فعندك مايكين طبعا في التشارجنج كيس والريسيفر، وده بيتوصل بالكاميرا اللي هتسجل بيها، وهنا في مايكين عشان برضو لو انت عايز تنزل تصور مقابلات والكلام ده كله، فهيبقى صوت كل واحد طالع في الشانل لوحده، فصوت الاثنين اللي بيتكلموا ما يقطعوش على بعض يعني. وبرضو عشان في مايكين فانت تقدر تسجل بالمايك ده صوت ستيريو، فيعني بصراحه انا جربت الصوت الاستيريو فيه قبل كده وبصراحه صوته حلو، بس اتاكد يعني انك مفعل الصوت الاستيريو من الريسيفر يعني بصراحه انا لسه مستخدم الصوت الاستيريو بتاعه ده قريب وعجبني بصراحه. بس يعني لو انت عايز تعرف كل حاجه عن المايك ده فاحنا كنا عملنا ريفيو كامله للمايك ده وجربنا فيها بقى النويز كانسليشن وجربنا نصور بره والكلام ده كله، فهتلاقي لينك الريفيو ده في وصف الفيديو تحت على طول، فتقدر تشوف الريفيو الكامله لو عايز تعرف اكتر عن المايك ده. طبعا هو في انواع ثانيه كتير يعني، بس ده اللي انا بستخدمه كمايك وايرلس. بس نصيحه كده بلاش تجيب مايك وايرلس رخيص لان صوته هيبقى وحش، ووحش قوي مش وحش بس، حتى لو حاولت تعدل عليه فبرضه هيطلع وحش. فيعني لو هتجيب مايك وايرلس خليك في مايك يبقى من شركه
شركه معروفه ما تجيبش اي كلام. فبس باش تعالى بقى نخش على النوعيه الثالثه من المايكات، وهي المايكات الدايناميك، وفي منها برضو الكوندنسر بياخد نفس الشكل ده كده، فتعالى نعرف عنهم اكتر. طيب النوع الثالث وهي نوعيه المايكات دي، في نوعين بياخدوا الشكل ده وفي شويه فروقات بينهم. اول نوع وهو المايك الدايناميك اللي زي ده، وتاني نوع وهو المايك الكوندنسر، وده مش معايا النهارده بس ممكن نبقى نجربه بعدين. طيب بالنسبه ليا مثلا كواحد بيعمل محتوى زي كده، فالمايك الدايناميك افضل ليا لانه بيعزل صوتك وبياخد صوتك من اتجاه واحد بس. فوليكن مثلا المايك ثابت زي ما هو اهو، وانا هبدا يا باشا اروح كده يمين مثلا، فهتلاقي ان صوتي بدا يختفي من المايك اساسا، وارجع تاني فهتلاقي الصوت بدا يرجع تاني. المايكات دي عموما بتبقى زي المايكات اللي مع المغنيين في الحفلات مثلا، وزي المايكات اللي بتكون في الجوامع، وده لانها ما بتاخدش صدى صوت كبير، فبالتالي لو المكان اللي انت بتسجل فيه ما فيهوش حاجات كتير يعني مثلا زي كده، فانا بيبقى فيه صدى صوت في الفيديو، فالمايك ده بيحل المشكله دي، هو اخره بياخد الصوت اللي قدامه على طول. فحقيقي المايك اللي معايا ده اللي هو من في فاين الكي 688، المايك ده انا كنت بسجل فيه بالاول ما كنتش واخد بالي اساسا ان هو لما المايك بيبقى بعيد عنك قوي كده الصوت ما بيكونش واضح، فانت لازم تبقى المايك مقربه ليك. يعني دي بالنسبه لي ميزه ان هو ما يلقطش صوت الدوشه اللي بره والكلام ده كله، ويلقط صوت انا بس في حاجه بقى، لو حد مثلا بيعمل فويس اوفر او حد بيقرا قران او مغني مثلا وعايز كل طبقات صوته تبقى ظاهره في التسجيل اللي هو بيسجله ده، فالمايك الدايناميك مش هيبقى احسن حاجه. خليك في مايك كوندنسر احسن، لان المايك الكوندنسر بياخد ترددات صوت اكتر من المايك الدايناميك، فبيظهر كل تفاصيل الصوت. بس في مشكله في المايك الكوندنسر وهو انه بيلقط نويز كتير، فلازم لو انت عايز تسجل مثلا صوتك كفويس اوفر او كشخص بيقرا قران مثلا او اغاني او اي حاجه، فلازم تبقى عازل المكان اللي هتسجل فيه كويس عشان النويز ما تكونش عاليه معاك، زي ما انت بتشوف في الاستوديوهات كده المكان بيبقى معزول حواليهم وفيه فوم وما اعرفش ايه عشان صدى الصوت وعشان ما فيش اي اصوات من بره تخش لهم يعني. ولازم برضه تكون بتعرف تعدل على الصوت كويس عشان تشيل النويز دي. انما المايك الدايناميك اللي زي كده النويز بتكون قليله خالص، خصوصا لو معاك كارت صوت. فالفي فاين كي 688 حاليا انا ما وصلتوش على اي كارت صوت، هو المايك وصل على طول بالكمبيوتر وبيسجل عليه، فتحس انه برده مش افضل حاجه او ما وصلتش يعني لليفل الوحش من المايك ده عشان ما فيش كارت صوت. وبرده لو انا مش معدل على الصوت فهتحس ان في شويه نويز كده. فحاليا انت بتسمع المايك ده من غير اي تعديلات، ممكن تعلي بقى وتسمع النويز والكلام ده كله، بس يعني مع شويه تعديلات كل ده بيروح على طول. وبرده اكيد لو انت معاك كارت صوت زي الاس اس 1 من في فاين او من اي شركه ثانيه يعني عموما، فالصوت هيكون محترم قوي وفي حته ثانيه. والمايك ده المفروض ان هو اساسا مايك للجيمنج في الاساس يعني. وبرده في فاين بتقدم مايكات لصناع المحتوى خصوصا زي الفي فاين تانك ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس يعني سعرهم اغلى من ده شويه، فانا اخترت ده احسن بالنسبه لي. فبما ان المايك ده المفروض ان هو بيتوصل بكارت صوت عادي، فهو شغال برده بالاكس ال ار عشان تاخد اعلى جوده صوت طالعه من المايك ده على طول من غير اي تعديلات يعملها الكمبيوتر غصب عنك على الصوت. انما لو انت عايز توصله على طول بالكمبيوتر من غير كارت صوت، فعندك هنا تايب سي، وفي البي سي عندك بتوصله بيو اس بي اي. طيب اخر حاجه، لو انت عايز برده المايك ده، فهو المايك ده متوفر عادي خالص في مصر على امازون، ولو طلبته من الصين نفسها من علي اكسبريس فهيكون اوفر معاك حاجات بسيطه، بس هياخد وقت في الجمارك يعني. طيب بالنسبه للمايك الكوندنسر اللي هو مش معايا النهارده، فيعني ارخص وافضل حاجه شفتها وهو البي 800، فصوته كويس وسعره مناسب قوي، بس حاول انك تجيب الاصل منه. وعشان تاخد من المايك الكوندنسر ده افضل اداء، فانت لازم تستخدم معاه حاجه اسمها فانتوم باور، وده عباره عن مصدر طاقه للمايك ده، لان المايك ده انت لما بتوصله على طول مباشر بالجهاز اللي انت هتسجل عليه، فصوته بيبقى فيه نويز عاليه وبيبقى الصوت واطي، فغصب عنك انت لازم تستخدم فانتوم باور عشان تاخد اعلى صوت من المايك الكوندنسر. فيعني ده الحاجه الوحيده اللي انت هتشتريها مع المايك الكوندنسر ده، فده اللي هيعلي سعره معاك شويه، لان البي 800 المفروض ان هو بيجي معاه كل حاجه بتاعته يعني الستاند بتاعه والبوب فلتر والوصلات والكلام ده كله، فهو بس انت هتعوز فانتوم باور زياده على سعره. فسعره ممتاز واداؤه ممتاز بصراحه، ويناسب برضه صناع المحتوى عادي، بس لازم تبقى عازل المكان كويس وتكون بتعرف تعدل على الصوت. فهو في الاساس معمول عشان تسجيل الصوت باعلى كفاءه ليه انت، عشان تاخد كل طبقات صوتك والكلام ده كله. فبس يا باشا، اتمنى بقى يكون الفيديو فادك باي حاجه وتكون عرفت تختار المايك اللي انت محتاجه. واكيد لو عندك اي سؤال اساله تحت في الكومنتات، ولو حابين ممكن نبقى نعمل جزء تاني نجاوب فيه على كل الكومنتات اللي على الفيديو ده. فبس بقى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.